المغرب يواصل كتابة التاريخ ويبلغ نصف نهائي الأولمبياد برباعية في مرمى أمريكا. واصل المنتخب المغربي الأولمبي كتابة التاريخ في الألعاب الأولمبية بعدما تأهل لنصف نهائي مسابقة كرة القدم بالفوز على الولايات المتحدة الأمريكية برباعية نظيفة يوم الجمعة بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس. الأولمبيون دخلوا المباراة عازمين على الفوز منذ البداية، فبحثوا منذ دقائقها الأولى عن تسجيل الأهداف، حيث كانت أولى الفرص من أقدام إلياس أخوماش في الدقيقة 12 من تسديدة تصدى لها حارس الولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب الوطني كان متحكما في المباراة وخلق بعض المتاعب لدفاع الخصم من خلال مناورات كل من عبد الصمد الزلزولي وأخوماش في الأطراف، قبل أن يتحصل على ضربة جزاء بعد إسقاط سفيان رحيم في مربع الجزاء، ليتمكن اللاعب نفسه من ترجمتها إلى هدف السبق في الدقيقة 29 من الشوط الأول، رافعا رصيده من الأهداف في هذه البطولة إلى 5. شهية الأشبال ظلت مفتوحة في الشوط الثاني، إذ استمر الضغط على الخصم مع رفع إيقاع المباراة وتنويمها برغبة اللاعبين المغاربة، ليتمكنوا في الدقيقة 63 من إضافة الهدف الثاني عن طريق أخوماش، بفضل تمريرة حاسمة من الزلزولي الذي أرهق دفاعات منتخب العم سام. تواصل المد المغربي الذي دخل المباراة وكأنه في تدريب خاص، حيث عاد لهز الشباك من جديد بمجهود فردي للنجم أشرف حكيمي في الدقيقة 70، والذي احتفل طويلا بهدفه في الملعب الذي يحفظه عن ظهر قلب بحكم لعبه مع باريس سان جيرمان. في الجانب الآخر، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن ذاك الخصم الصعب، حيث لم يشكل الخطورة على دفاع المنتخب، بل وظلت محاولاته ضعيفة جدا، لم تشكل أي خطورة على الحارس منير المحمدي الذي كان في شبه راحة طيلة المباراة. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، أعلن الحكم الأرجنتيني عن ضربة جزاء ثانية للمغرب، نجح في تنفيذها البديل مهدي موهوب، لينتهي اللقاء برباعية نظيفة أهلت المنتخب الوطني لأول مرة إلى نصف نهائي الألعاب الأولمبية. وسيواجه المنتخب الأولمبي في النصف إسبانيا التي فازت يوم الجمعة.